والجود ومرحبا بنا مالية صالح مازن. في إطار الدينامية التي يعرفها حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بعد انعقاد المؤتمر الوطني العادي الخامس، عرفت مدينة طنطان يوم السبت 2 من مارس زيارة رسمية للسيد الأمين العام عمر موساوي. تخللت هذه الزيارة عدة أنشطة بإشراف السيد علي أوس عضو المكتب التنفيذي والمنسق الإقليمي وباقي مكونات حزب طنطان، حيث تم استقبال السيد الأمين العام بشكل رسمي بمقر الحزب. وعرفت هذه الزيارة أيضا برمجة لقاء تواصلي داخلي مع مجموعة من مناضلي ومناضلات حزب الحرية والعدالة. وقد أطر هذا اللقاء السيد عمر موساوي الذي أثنى على حفاوة الاستقبال والمجهودات المبذولة في سبيل التحريف بالحزب وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية المبرمجة. وفي مجمل مداخلته المركزية أكد السيد الأمين العام أن الحزب عمل ولا يزال منذ مؤتمره الخامس على تعزيز التواصل بين هيئاته من خلال عقد لقاءات تواصلية بجميع جهات المملكة. كما أكد أن الحزب قد استطاع في هذا الظرف الوجيز بتعزيز تواجده في الساحة الوطنية، وأكد على ضرورة تأطير المواطنين وإرجاعهم الثقة في المؤسسات العمومية على رأسهم الأحزاب الوطنية الجادة. هذا الاجتماع الداخلي كان فرصة لطرح المشاكل التنموية التي تعيش تحت رحمتها جهة قلميم والدنيا بالعموم وطنطان بشكل خاص، والتي أكد الأمين العام على ضرورة رفع توصيات وبلورتها في مذكرات سيعمل الحزب على رفعها للجهات المعنية. كان معكم ياسين شكير من عين المكان. إذا عمر موساوي أمين عام حزب الحرية والعدالة الاجتماعية. أولا كنشكر مناضلين حزب الحرية والعدالة الاجتماعية هذا الاستقبال وعلى هذا اللقاء اللي درناه بعضياتنا واللي كان مفيد لنا، لأن هذا في إطار التواصل والتقارب مع المناضلين وفي إطار الجولات اللي كنقوموا بها الأمانة العامة كتقوم بها. واليوم أنا جد فرح لأنني اليوم عرفت بعض الحوايج اللي لم يكونوا في الذهن ديالي، هو بأن مدينة طنطان هي مدينة عريقة أولا، ثانيا فيها ناس اللي باغيين يشتغلوا وكيحبوا الوطن ديالهم وملكيين، ثالثا هناك بعض المسائل اللي عالقة ولكن لم نجد من يوصل هذه الرسالة. المسائل العالقة ثلاثة الحوايج: البنية التحتية ديال البلاد، السياسة العقارية بالبلاد، وتأطير وتكوين المواطن. ثلاثة الحوايج إذا كانوا عندنا فريق عمل ولا كان عندنا حزب حاضر بأفكاره وبوسائله، كنظن بأن المنطقة سوف تتطور وغنوصلوا لهدفنا ألا وهو تأطير وتوجيه المواطن. وشكرا.